كان يا مكان في طفل اسمه زياد، عنده 10 سنين وبيعشق الكورة جدا. كان دايما بيحلم إنه يبقى أحسن لعيب في المدرسة. في يوم كان عندهم ماتش مهم بين الفصول، وزياد كان متحمس جدا. فضل طول اليوم يقول: الماتش ده بتاعنا وأنا هجيب جون. أصحابه كانوا واثقين فيه، وفعلا أول ما الماتش بدأ زياد كان بيلعب كويس جدا. جري ومرر وحاول أكتر من مرة، وفجأة جات له فرصة سهلة جدا قدام الجون، مفيش غيره والكورة. كل أصحابه صرخوا: جون يا زياد! زياد شاط الكورة، لكن الكورة خبطت وما دخلتش في الجون. سكت الملعب لحظة، وبعدها الفريق التاني خد الكورة وسجل جون، وانتهى الماتش بخسارة فريق زياد. بعد الماتش زياد كان ساكت تماما. أصحابه كانوا زعلانين، وشوية قالوا: لو كنت جبتها كنا كسبنا. الكلام ده ضايقه جدا. رجع البيت وهو مخنوق. أول ما دخل قال: أنا السبب، أنا اللي ضيعت الماتش، أنا فاشل. رجع البيت وهو مخنوق وقال: أنا السبب، أنا فاشل. مامته قعدت معاه بهدوء وقالت: احكي لي حصل إيه. حكى لها وهو زعلان، فقالت له: طب أنت وصلت للفرصة دي إزاي؟ فكر شوية وقال: جريت بسرعة وعديت من لعيب وخدت مكاني صح. ابتسمت وقالت: يبقى عملت حاجات كتير صح، ليه مركز بس على الغلطة؟ زياد سكت وكأنه أول مرة يفكر في الموضوع كده. كملت: عارف اللعيبة الكبار زي ما بيجيبوا جوان بيضيعوا فرص كمان، بس مش بيقفوا عند اللحظة دي، بيتعلموا منها. قال: يعني أنا مش فاشل؟ ابتسمت وقالت: أنت لعيب شاطر، بس لسه بتتعلم، والفرصة اللي ضاعت دي هتخليك المرة الجاية أهدى وأقوى. قالت وهي بتمسح على شعره: طبعا، بس بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا اتعلمت وعملت اللي عليا. زياد ابتسم لأول مرة وقال: أنا اتعلمت إني أركز أكتر وما توترش. ضحكت مامته وقالت: أهو ده الكلام. وفي اليوم ده زياد فهم حاجة مهمة: مش كل مرة نغلط فيها نبقى فشلنا، ساعات بنكون قربنا جدا من النجاح، بس محتاجين نشوف الصورة كاملة مش جزء منها بس. خليكوا فاكرين يا حلوين، الناجح هو اللي بيتعب وبيحاول ومش بيستسلم للفشل. مهم إننا نكمل ونستمر، وحتى لو منجحنيش المرة دي أكيد هننجح المرة اللي وراها، أو هنتعلم حاجة هتفيدنا. تصبحوا على خير يا حلوين.